فيه قول ربنا عز وجل الذي يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فنقوم بالأمور التعليمية كما علمنا الله سبحانه وتعالى وكما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب العزيز أيضا الله سبحانه وتعالى يقول فيه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية الكريمة أيضا تحثنا على أن نكون ربانيين، أي نقوم بأمور التربية الربانية لتعليم هذا الجيل الذي نقوم نحن بتربيته من البنين والبنات حتى يكون جيلا صالحا نافعا لدينه ولنفسه ولوطنه ولأمته. وهنا العملية التعليمية والتربوية تقوم على أساس الحب وعلى أساس القدوة الصالحة وعلى أساس التعامل مع الطلاب والطالبات بالأخوة والود الذي يكون هو له أثر كبير غير الآثار الأخرى التي تتعامل بها بعض المؤسسات الغير تربوية تقوم بأسلوب الشدة، لأننا هنا لا نقوم بهذا الأسلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان الشدة في شيء إلا شانه. فنحن نقوم بالتعليم بالأمور التربوية بالرفق واللين والحب والأمور الأخرى التي تقوم على هذا الأمر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام